السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدأ. هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل أكلة بسيطة خفيفة كده، بطاطس محمرة ورنجة. بس أنا حبيت أقول لكم حاجة عن البطاطس. أي بطاطس، أي نوع بطاطس عندك تحمير أو مش تحمير، الخلطة اللي أنا هاقول لِك عليها النهارده دي هتخلّيها تحفة، وهتعجبِك أوي، هتبقى مقرمشة أوي من برّه وطرية من جوّه، ولونها حلو وهتعجبِك أوي إن شاء الله. هنقشّر بقى البطاطس اللي عندنا، زي ما قُلت لِك ما تشغليش دماغِك خالص تحمير أو مش تحمير. هنقشّر بقى الكمية الموجودة دي معانا، وطبعًا هنغسلها كويس، وهنخرّطها زي ما أنتم شايفين كده يا حبايبي. وبعد كده هاقول لكم بقى على المنقوع اللي بيتحط فيه البطاطس دي، بتخلّي الطعم زي إن أنتِ جايباها من برّه أو زي المطاعم بالضبط، بتبقى حلوة أوي. بس هنخرّطها كلّها زي بعض كده. آدي بقى المنقوع بتاع البطاطس أهو، مَيّة وملح وخل، معلقة كركم، ولو طبعًا بتحبي اللي هي المرقة الفورية دي ممكن تحطّي كيس، بتخلّيها طعمها تحفة. الخل بيخلّيها مقرمشة وجميلة، طبعًا الكركم بيخلّي لونها دهبي وتحفة. يعني ده أنتِ ممكن تحطّيها وجبة كده هي لوحدها لولادِك، هتعجبهم أوي. يبقى مَيّة وملح وكركم، معلقة كركم و ومَيّة وملح وخل وكركم، ولو لو بتحبّي الفورية حُطّي كيس فورية، وبتسيبيها ربع ساعة أو تِلت ساعة في المَيّة بتاعتها دي، وبعدين بتحمّريها، بتاخدي لون وطعم وبتبقى حكاية، بجد هتعجبِك أوي الطريقة دي. أنا عملتها كذا مرّة في الفيديوهات اللي فاتت، بس أنا قُلت أركّز عليها المرّة دي شوية عشان هتعجبِك أوي إن شاء الله. جِبت بقى كان في العرض بتاع الرنجة المدخنة دي، مخلية 200 جرام، يعني كيس حلو كويس. جِبت كيسين، كانت عليه عرض في ماركت جنبي هنا يعني، وجِبنا منه كيسين، المهم طعمها كويس يعني وأكلنا منها وعجبتنا أوي. قطّعتها زي ما أنتم شايفين كده بالسكينة، وبعدين عملت لها السلطة بتاعتها. بس الأول بنهرسها كويس كده، بنفصلها عن بعض، طلع طعمها حلو يعني، ولا مش حادقة، طعمها حلو مضبوط، فكويسة يعني، بما إن كانت عرض يعني وكده، وقُلت أجرّب برضه أشوفها حلوة والّا لأ. هنعمل لها السلطة بتاعتها كده زي ما أنتم شايفين، طبعًا طماطم وفلفل وبصل، وبعد كده بنعصر ليمون وبنحط خل وشوية زيت، بتبقى جميلة وهي وجبة برضه ويوم وعدّى وخلاص. بُصّوا البطاطس لونها حلو إزاي، بجد البطاطس الطريقة دي والله هتعجبكم أوي. اللي مش حابب يحط المرقة الفورية ما يحطّهاش، أنا مش باحطّها دايمًا يعني. وفي كمان عند العطارين في دلوقتي حاجات بتتباع بهارات بطاطس جميلة أوي، بتترش بعد ما تتقلي، أو أنا ممكن باحطّها في المَيّة برضه، بتدّي طعم حلو أوي، بجد هتعجبكم أوي، جرّبوا الطريقة دي وقولوا لي. هنقلي بقية الكمية، والله طعمها بيبقى تحفة، والولاد هتتبسط منها أوي. حطينا شوية شطة حُمر بقى، وهنحط السلطة اللي إحنا قطّعناها دي، أنا باحبها أوي بالطريقة دي. وكده، وبعد كده هنضيف الخل والزيت والليمون. والرنجة دي برضه هتعجبكم أوي، اسمها رنجة فيليه مدخنة، الكيس 200 جرام. وادي الليمون أهو. ويا رب الفيديو يكون يا حبايبي عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.